11 مفيش باب أصلا، وكأن الأوضة 13 ما كانتش موجودة أبدا. حسيت إن جسمي صابه قشعريرة باردة جدا، وفجأة سمعت همس ورايا: لم يكن عليك العودة، استدر ببطء. وهناك شفت الشاب الغامض اللي كان واقف عند نهاية الممر، اللي ابتسم لي بنفس الابتسامة الباردة. حاولت أصرخ بس صوتي اختفى. حسيت بحاجة بتسحبني لورا. الظلام كان بيحيط بيا، وآخر ما شفته كان هو الغرفة رقم 13 وهي بترجع للظهور، والباب بيتفتح من تلقاء نفسه. ومن اليوم ده محدش لقاني. لكن إذا زرت الفندق يوما ما ستجد صورتي هناك معلقة بين موظفي الفندق القدامى. قصة غامضة وجواها إثارة، وطبعا محدش يصدقها، لكن هي مبنية على حقائق